المكرونة بالصلصة بالنسبة لي زي الرز والعيش، اللي هو حاجة ممكن تتاكل جنب كل الأكل وبحبها جدا، ومتهيألي مش أنا بس اللي كده. فلما بعملها ببقى عايز أسهل طريقة وفي نفس الوقت أحلى طريقة. عشان كده في الفيديو ده هجاوب على سؤال كان دايما عندي من أول ما بدأت أطبخ: هل المكرونة بالصلصة أحسن لما تبقى بالطماطم الفريش بس، ولا بمعجون الطماطم بس، ولا بميكس الاتنين على بعض؟ عشان ابدا المقارنه دي اول حاجه عملتها طبعا هو اني سلقت المكرونه ميه كتير مغليه، دوبت فيها ملح وحطيت فيها المكرونه. ولو نوع المكرونه اللي تستخدموه كويس مش هتحتاجوا غالبا تحطوا زيت على الميه بتاعتها، كل 3 أو 4 دقايق بس قلبوها عشان تتاكدوا انها مش لازقه من تحت. وبعد ما تتسلق خدوا شويه من الميه اللي اتسلقت فيها قبل ما تصفوها. وبعد ما صفيت المكرونه بدات اعمل ال3 انواع علشان اقارن بينهم. عشان المقارنه تبقى صح هخليهم كلهم زي بعض بالظبط، يعني هستخدم نفس شكل المكرونه وهسلقها لنفس درجه السلقه، وحتى التوابل هحطها هي ومش هحط توابل كتير اصلا، يعني هو ملح وفلفل اسود وزعتر وسكر طبعا عشان هستخدم طماطم كتير. وحتى طريقه التسويه هخليها نفس طريقه التسويه بالظبط. اول نوع بدات بيه هو اول اكله اتعلمتها في حياتي، وهي اللي بمعجون الطماطم بس. في طاسه على نار بين المتوسطه والعاليه سخنت شويه زيت زيتون وحطيت فيه معلقتين كبار معجون طماطم، وتبلتهم بربع معلقه صغيره ملح وفلفل اسود وزعتر وسكر، وقلبت معجون الطماطم ده في الزيت دقيقه واحده بس لحد ما داب كده في الزيت كله. وهنا خففته بشويه من ميه المكرونه، حوالي معلقه او معلقتين كبار بس، لكن حسيته محتاج ميه تاني فزودتله شويه ميه عاديه. ولما كل حاجه دابت حطيت فيه كميه تكفي طبق مكرونه، اللي هي بالنسبه لي 100 جرام قبل السلق، وقلبت المكرونه في الصوص وهو بيغلي كده دقيقه كمان عشان يغطيها ويمسك عليها كويس، وكمان عشان طعمه يمتزج معاها. وكده بقت جاهزة. ميزة الطريقة دي انها اسهلهم، كل مكوناتها في التلاجة ومش محتاجة مكونات فريش، بس بسبب ان ما فيهاش مكونات فريش فهي طعمها فيك شوية، طعمها زي الحاجات الجاهزة. بس انا عشان زي ما قلتلكوا دي اول اكلة اتعلمتها فمن زمان باكلها كده فتعودت على الطعم ده. بس كان لازم اقارن بالطريقة التانية، وزي ما قلتلكوا نفس طريقة التسوية. برضو سخنت شوية زيت زيتون وحطيت فيهم كوباية عصير طماطم متصفية وتبلتها بنفس التوابل ونفس المقادير بالظبط، وخففتها برضو بشوية مية مكرونة وشوية مية عادية، بس دي بقى عشان طماطم فريش فبتحتاج تستوي شوية. لما بدأت تغلي وطيت النار وغطيت الطاسة وسبتها تستوي 5 دقايق. بعد ال5 دقايق دول كان لونها بقى أقوى وريحتها وطعمها برضو نفس الكلام، فعليت النار تاني وحطيت فيها المكرونة وقلبتها. لقيتها تقيلة شوية فخففتها بمية عادية لحد ما وصلت للقوام ده، وفضلت اقلبها برضو في الصلصة دقيقة وهي بتغلي كده، وكده بقت جاهزة. اول مشكلة باينة في الطريقة دي هي ان الصلصة مش بتبقى ماسكة كويس على المكرونة، فبتلاقوا المكرونة باينة لونها ابيض، وده مش بيبقى بس في اللون، ده بيبان كمان في الاحساس في البق، بتحسوا ان المكرونة لوحدها والصلصة لوحدها. بس كطعم بصراحة دي الاحلى. طعم الطماطم الفريش مع التوابل تحفة، وهو ده الاصل اصلا. لكن ده خلاني سألت نفسي، لو عملت ميكس بين الاتنين هل هيبقى فيها الحلو من الطريقة دي والحلو من الطريقة دي، ولا هيبقى فيها العيوب بس؟ لآخر طريقة دي بقى سخنت برضو زيت زيتون وحطيت عليه معلقة كبيرة واحدة بس معجون طماطم ونص كوباية بس عصير طماطم متصفية، وتبلتهم برضو بنفس التوابل والمقادير وقلبتهم شوية على النار وخففتهم بنفس الطريقة اللي فاتت. بعدين وطيت النار وغطيت الطاسة وسبتها تغلي 5 دقايق برضو. بعد ال5 دقايق دول عليت النار تاني وحطيت فيها المكرونة وقلبت برضو دقيقة وهي بتغلي، نفس اللي عملته في كل مرة، وكده بقت جاهزة. وبدأت هنا أدوق، واللي لقيته هنا هو إنها فعلا جمعت الحلو بين الطريقتين اللي فاتوا. الصلصة لونها حلو وماسكة كويس على المكرونة، وفي نفس الوقت فيها الطعم الفريش بتاع الطماطم، مش بنفس قوة اللي بالطماطم بس برضو موجود. بس هل ده معناه إن الطريقة دي أحلى، ولا أنهي طريقة في اللي فاتوا دول كانت أحلى طريقة؟ على حسب. اللي بمعجون الطماطم ميزتها انها سهله، يعني في دقايق بالظبط بتتعمل بالحاجات اللي في التلاجة العادي، ومش بتوسخ مواعين كتير عشان ما فيهاش عصر طماطم. وميزتها كمان انها سهل جدا، فممكن تبقى اول اكله حد يتعلم يجربها لو حد ما دخلش المطبخ قبل كده خالص في حياته. لكن مشكلتها زي ما قلت ان طعمها فيك، مش طعم المكرونه اللي بالصلصه الحلو ده اللي بنحبه. اللي بعصير الطماطم بس طعمها تحفه، بس حته انها ما بتلزقش على المكرونه دي مشكله كبيره في المكرونه بالصلصه، لان احلى حاجه في المكرونه اللي بالصلصه ان المعلقه الواحده يبقى فيها صلصه كتير ومكرونه وتبقى ماليه البق كده. وكمان مشكلتها الاكبر ان لازم يبقى فيه طماطم فريش في التلاجة وانها بتتعصر فهتوسخ حاجه تانية في المواعين، غير لو انتوا شايلين عصير طماطم اصلا في الفريزر فده هيسهل عليكم جدا. بس طبعا احسن حاجه في رايي هي الميكس بين الاتنين. معجون الطماطم ادى الصلصه القوام الحلو بتاعها اللي بيخليها تلزق على المكرونه واللون القوي بتاعها ده،
وعصير الطماطم اداها طعم الطماطم الفريش المميز في الصلصة، فهي عاملة ميكس كويس بين الاحساس في البق وبين الطعم الحلو. لو انا رايق على طول هعمل اللي هي ميكس بين معجون الطماطم والطماطم الفريش، بس عشان انا بحب الحاجات السهلة وانا اصلا اتعودت على معجون الطماطم بس، ففي معظم الوقت بصراحة بعمل اللي هي بمعجون طماطم بس. انتوا قولولي شايفين انهي واحدة فيهم احسن. وطبعا لو لسه بتتفرجوا لحد النقطة دي في الفيديو، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.